هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدنا نعمل مع بعض حلا كتير زاكي وبارد بس بخصوص الصيف. اول اشي بنحتاج 6 مكعبات جبنه، نص كاسه سكر، مي فاتره، حليب، وطبعا هون نحتاج كريمه بودره، كاستر، نسكافيه، وطبعا القلاية اللي رح نحط فيها كل اشي، وما ننسى البسكوت اللي هو كتير مهم. بس اول اشي رح نحط الحليب البارد، رح نحط بعدين السكر، الكاستر، ونبلش نحرك فيهم شوي شوي عشان ما يتكتلوا، ونحطهم على الغاز. طبعا ما بصير انه نترك التحريك ابدا. رح اعمل نسكافيه. هلا حطيت نسكافيه، رح احط سكر، رح احط المي الفاتره واحركهم. هذا القوام اللي انا بدي اياه، يعني انتم لازم يطلع معكم زي هذا القوام بالضبط. في العصير رح نحط الجبنه، ونحط الدريم ويب او الكريمه، ورح نحط كمان الكاستر في الخلاط. بخلطهم وبرجع لكم. هلا هيك صار قوامها. هلا رح نبل البسكوت بالنسكافيه ونحطهم في القالب. وحدة ثانية، وهي وحدة ثانية طبعا. بنضل نكرر هاي الخطوة لحد ما نخلص كل كمية البسكوت اللي عنا. بعد ما حطيت هلا طبقة البسكوت رح احط فوقيهم طبقة الكاستر. هلا حطيت طبقة بسكوت ثانية فوق الكاستر. هلا الطبقة الثانية رح تكون نفس الطبقة الأولى. طبعا لازم نحط عليها معلقة نسكافيه مدوبة. هلا طبعا انا غلفتها بنايلون، رح احطها بالثلاجة علشان تبرد. طبعا هو افضل يضلها ثاني يوم، او اذا انتم كنتم مستعجلين يفضل انكم تعملوه الصبح في الثلاجة لمدة 6 ساعات. وهيك صار شكل حلو نهائي. طبعا انا استنيت عليها يوم كامل، وهاي هي النتيجة. بتقدروا تزينوها باي شيء انتم بدكم اياه. انا حبيت ازينها شوكليت شيبس وشوية شوكولاتة. وبس هذا كان فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا. اذا حبيتوا لا تحطوا لي البيج لايك، سبسكرايب، كومنت، شير. تبعتوا هذا الفيديو لرفقاتكم عشان هذا الفيديو يرتفع اكثر واكثر. وما تنسوا تضغطوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله. Thank you so much for watching. Bye.